ترقص تونس إلى مجدها رجال البلاد وشبانها، نعيش ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام. أصدقائي المشاهدين متتبع الجزيرة الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى فرانسفيل، ملتقانا والتقانا هنا من خلال الدور الربع نهائي الرابع والأخير لأمم إفريقيا 2012 بين الجابون وغينيا الاستوائية. المباراة المرتقبة للتعرف على الضلع الرابع المتأهل عن كأس إفريقيا في الكوارتر فاينل. اللقاء الذي ينطلق في لحظات وانطلق معه في تصفح تشكيلة المباراة فريق تونس الوطني في حراسة المرمى بلبولي، على اليمين بلال العيفة، على اليسار خليل شمام، وسط الدفاع ايمن عبد النور كريم حقي، ليبرو الوسط حسين الراقد، يلعب 14 مجدي التراوي، على يسار 21 جمال السايحي، ثم في الهجوم ثالوث خط النار مدرسة المشاغبين المساكني دوادي وخليفة. هكذا نتمنى وهكذا ندعو وهكذا نتمنى التوفيق إلى نصورنا في مباراة البلاك ستارز غانا. غانا بهذا التشكيل يلعب في حراسة المرمى لارسن رقم 5 منسا، 6 أنان، 14 الحسن، 21 جامبوي، 20 أزاموا كوانكو، 3 كيان أزاموا، رقم 8 بادو، رقم 7 إنكوم، 10 يو، 11 مونتاري. معاك ربي والنبي، صغارنا سيسهرون الليلة استثناء من أجل المنتخب وسيكون حديثهم صباح الاثنين إلا على النصور. شفت البلبوري ريت المساكني، هذه حكاية عائلة تونسية عشناها مئات المرات من أجل حدث رياضي بطله نصور قرطاج. إذا تنطلق القمة، الثواني الأولى، اللحظات الأولى، وتبدأ السهرة الكروية، تبدأ مرحلة الحلم لربع نهائي كان 2012. نتمنى أن ننتصر، نتمنى أن نفوز. نعم هكذا هي كرة القدم، هكذا هي حسابات الفوتبول. الشوط الأول ينطلق اليوم، الحذر واضح من الجانبين. ستيفانوفيتش لأول يلعب بتشكيلة متقاربة مع ماتش الجابون. نتمنى النتيجة، لو جاء الأداء أهلا وسهلا، لكن أولا وثانيا وثالثا النتيجة المفروضة المطلوبة هي أوروبا. للمعلومة منتخب تونس لم يهزم تاريخيا البلاك ستارز من عام 64 في تصفيات أولمبية لطوكيو، انتهت يوم 2-1 للنصور. من 48 سنة عنا عقدة اسمها غانا، هل لم يحن الوقت لإنهاء العقدة أيتها النصور؟ ترجع الكرة وسط الميدان، يمشي الكرة جون بنسا، الكابتن لاعب لوال هناك في الجرلان، يمشي بالكرة مانويل بادو، حذر من الأطراف، إنكومي يحط الكرة يلعب على الوقت اليمين اليوم، إنكومي يوزع الكرة ترجع السليمة السلامات في متابعة العيفة لضربة مرمى للبلبولي. المنتخب الغاني 7 مرة نلعبوا له في الكان، 6 مرات سابقة ربحوا 5. ترجع الكرة للنصور، يتقدم الاتاك التونسي، ممكن شاص حلوة برشا، لا فرصة ثانية طيحة من كل خسارة لكن البداية ممتازة، البداية ممتازة. هذا المساكني، هذا الليو يوسف يتألق يتعملق، والكرة ترجع وسط الميدان 1-2، التيكي تاك على البلاك ستارز، ومعلم يا تراوي يمشي للسيد الراقد يرجع للعيفة وسط الميدان، يرجع مع رابط في صراع افضل لاعب شاب في العرب في عام 2011. ان شاء الله عامنا، ان شاء الله كورتنا، ان شاء الله اولادنا، ان شاء الله بناتنا، ان شاء الله نجومنا، ان شاء الله في كل مجال ترفع رايات النجمه والهلال. الكره في توزيعها والعرضيه موجوده يا حقي عبد النور ما غير خطا صنفوت يا حقي، والركنيه تمنح للبلاك ستارز. سأخشى غانا من كرات ثابته. هذا جيانا زموا مشى ب 10 مليار دولار تونسي الى فريق العين الاماراتي. ولكن في الكرات الثابته سأخاف، في الكرات الثابته سأرتعد مثل كل قلوب عاشقه داعيه للنصور. حذاري من ايمانويل بادو، التمركز يا الاولاد، الدقائق الاولى مهمه جدا. كره من بادو ترجع براس خطيره، هو الهدف الاول ما زالت في نبات 5 عن طريق جون منسا. هدف مبكر للفريق الغاني، هدف مبكر للبلاك ستارز عن طريق جون منسا، نفس الطريقه نفس الهدف اللي سجل فيه في ماتش بوتسوانا. هدف للصفر. المنتخب التونسي يقبل هدف، ما نرميوش المنديل، نحن الشعب لا نستسلم.
سنلعب الى اخر لحظه. ما زالت المباراه هدف مبكر شال يفيق الاولاد. شوف الكره بالراس من القائم الاول تتحول القائم الثاني. وينو الملاعبيه نتاعنا والله ما نعرف. وين الروس التونسيه والله ما نعرف. راس بين 6 ريوس تضربها ومنس سيفتح باب التسجيل. 1 غانا 0 تونس. 1 غانا 0 تونس. على عكس المرات الماضيه لن يتراجع الفوليوم تاع الصوت او تتهيأ عنده تسديدات قويه. حذاري كره ترجع منتخب تونس. الراقد بردنا شويه الاولاد ما نبردوش. فارجع كره ناقصه من التراوي والتراوي كره خطيره للمنتخب الغاني. يا ستار فرصه صعيبه ورا منتخب الغاني وخطا. خطا لمنتخب غانا. خطا لمنتخب غانا عن طريق اللاعب ايوب. 21 دقيقه لعب بدايه سيئه جدا المنتخب التونسي على مستوى النتيجه وعلى المستوى المعنوي. تحس الاولاد تمسوا. هذا الحقيقه كنت نحكي حتى مع الزملاء قالوا لي شنو حظوظ تونس. قلنا لهم راهو تونس في هذه المباريات الصعبه نسجل هدف نكبش نتاخر في النتيجه بهدف. تحس الاولاد معناها مورالمون يتيحوا. هذه المشكله الحقيقه اللي رغم الهدف مبكر جدا 9 دقائق شفنا من دقائق ماتش للعمر. مانشستر تشيلسي 3-0 تشيلسي ومانشستر رجع في الشوط الثاني 3-3. لكن صراحه هذوكم ناس واحنا ناس في كره القدم. ترجع الكره المخالفه خطيره. يعديها على خير. يعديها على خير هذه الكره. ما تبردوناش يا غانا الان. الشعب التونسي متحمس ويعيش على ايقاع هذا الربع. يعني ما تبردوناش الان. ما بدوش اسكتلندي. ترجع الكره منتخب الغاني خطيره. لا برا والحمد لله خد كوره وتضيع الكوره على المنتخب التونسي. بعيد على التراوي. بعيد على التراوي. يضغط ثوادي ممتازه في خطا تونس. في فاول الان المنتخب التونسي. في فاول. اول فاول طلبناه لقيناه. اول فاول. ما نحكيش ما نتكلمش لكن نحلم وعيني فاكر. كوره المنتخب التونسي. برافو الذوالي. المنتخب الغاني يرتبك عن طريق الحسن مسادو. على فكره الزو في فورمه نحسه اليوم. الذوادي في يوم ممتاز. لو يعاوننا ايضا يوسف بامكانياته ومهاراته ان شاء الله المنتخب التونسي بامكانه التعديل. هنا الكره الاخيره كذب عليه بلغه الكره باش يسدد وبعد تعدى الريح على اليسار. فماش ممكن لمسه واضحه جدا في الاخير. اليوميا يزفر الخطا والمنتخب التونسي من اجل الاستثمار. انذار ورقه صفراء على اللاعب جون بوي. اللاعب الراني الفرنسي اللاعب المحوري الاكسيال في دفاع غانا مع اللاعب جومينسا. يا جويا بوي. كل الشعب التونسي يهديك تحيه. لو نتمكن من التعديل في هذه الكره. كره منتخب التونسي علاها فوق الجدار. ترجع كره 21 متر. كره ممتازه في مكان مميز لمنتخب نصور قرطاج. نلعبوا في الدقيقة 23. نحكي بلغة الثواني 30. نحكي بيوم وتاريخ 5 فبراير. نحكي بالقميص رقم 12 بين الشمام والسبعة المساكني. الشمام في كوراته. الشمام والكرة بعيدة. كرة بعيدة من خلال الشمام. فرحوا الغانيين لأنها خرجت السكنية. يرجع بالكرة المنتخب التونسي والكرة ترجع للساحي والساحي ليوسف يستنى الشمام يعمل الثغرة يمشي المساكني يحط كرة جمال سدد اضرب يا الساحي. لكن كرة عالية من لاعب مونبولييه الفرنسي جمال الساحي. ممكن انا في رايي اللاعب باش نربحوه في عقاب هذه البطوله مهما يكون مصير مشاركه النصور في هذه الكان. المشاركه رقم 15 لنصور قرطاج. الربع نهائي. هدف مينيموم. النصف النهائي هو الذي ذوادي حاول يدخل. الذوادي يستنى. ذوادي المجدي ومجدي للزو والذوادي وكره تمشي المنتخب التونسي. ادخل في الاسباس. لا الكره رجعت تدخل في الانترفال. ترجع الكره مره اخرى عن طريق التراوي والكره خطيره وترجع وذوادي حط كره وإليه التعادل التونسي. صابر خليفه. النصور ستعود. ماني قلت لك سنعود لاننا اولاد الرجال. لاننا رجال ابناء رجال. هدف في الوقت المطلوب. والله يا خليفة والله يا صابر. تونس تتعادل من جديد. الله ايتها الخضراء. الله على رجالك الكبار الأبداد من كتبوا التاريخ. تكتب تونس التاريخ. صابر خليفة إليه. هدف التعادل للمنتخب الوطني التونسي. هدف التعادل لتونس. نعم هناك أناس يصنعون الأحداث وهناك أنهيها يا أنياو. 1-0 بالدقيقة 10 عن طريق الركنية والراسية
بطريقة هدف بوتسوانا. جو مينسا يقول النجوم 1-0 في الدقيقة 42. الذواتي يعمل لوفر للكروس وخليفة بالراس في الجول 1-1. الولاد يلعبوا خير. شوط أول ممتاز للمنتخب التونسي. تكتيكيا الفريق ممتاز جدا. ماتش مليح والسامي حضر ماتشوه مليح. حذاري من اخر كرة، حذاري لن تتلوها كرة في الشوط الاول. ستيفانوفيتش يتاثر بهدف التعادل. هنا الحسابات، هنا النتيجة، هنا الانطلاق عن طريق المنسا، وهنا التوانسة رجعوا عن طريق صابر خليفة. هذه حكاية شوط لحكاية امل لرواية التونسي. نجح تكتيكيا ان شاء الله في الشوط الثاني يوظف هذا التوفق التكتيكي في قراءة الخصم والمنافس الى نتيجة الامتياز. النتيجة المطلوبة هي في الاخير هي المطلوبة لتحسم معركة المتأهل للنصف النهائي. حذاري من بدايات الشوط الثاني، حذاري من انطلاقة الفترة الثانية بدون اخطاء في الدفاع. ترجع كرة تماس القوم. منه هدف الان، منه هدف الان للنصور. يا رب يا رب. فرصة ورا في الوسط عن طريق فرصة وبرافو الراجل الولاد مش مقصرين لحد الان. شوف المساحه الان، نرجع عليه من غير خطا. اقرب له ما تخليش يمشي باش يضرب يسدد. وينك الكره يتفادى فيها ركنيه. وينك يا دفاع تونس. ترجع كرة من دقيقة. راهو بونتو المباراة الآن، بونتو بتروح الأولاد والكرة ترجع بالراس. ترجع الكرة منتخب الغاني. حذاري من الكونتر. ترجع الكرة منتخب التونسي. بيع الكرة قدام. امشي ما مش اوفسايد. اطلع معاه. ما تخافش. خاف والكرة ترجع الكرة منتخب الغاني. يرجع عصام جمعة. ترجع الكرة للبلاك ستارز. المنتخب الغاني عنده كرة. شوف تمركز اللاعبين شكون يصنع اللعب الآن. والكرة تمشي من ايو الكبير يحط الايو الصغير. يمشي ايو للمنتخب غانا. يرجع بالكرة عن طريق أنطوني أنان يحط الكرة. قلت لك باللغة الغانية هو رقم 4 معناها رقم 4. اختيرة توسيعة والدفاع ممتاز. عبد النور الى ركنية. يا مان على اختار. الكرة خطيرة جدا. شوف الاكسلراسيون خلى حق يراه زوز متر في الاوتوستراد. عمل اكسلريشن خلى الكرهبة اللي بعده بعيدة 100 متر. حذاري ممتاز عبد النور. الامتياز الكامل بعد هذه اللقطة. غانا ما عملتوش حاجة كبيرة الحقيقة باش تصطادونا بهدف ثاني. يا رب. كرة تبقى خطيرة لأيو دقيقة 71. يمشي أيو للتنفيذ. الأولاد ركزوا مرة أخرى. لا يلدغ التونسي بالجحر مرتين أرجوكم. يمشي بالكرة أيو خطيرة لفة. كرة صعبة يخرجها بلبولي. يخرج كرة من بلبولي. 27 دقيقة لعب في الشوط الثاني. هدف ثاني لمساك الكرة. راه في بعض الأوقات أيضا تحكم بصراحة. هدف ثاني الآن كان يرشحني. ترجع كرة من أيو. حذاري كرة ثالثة أخرى والحارس والدفاع والكرة ترجع كرة تونس. صف المنتخب التونسي الراقد. ما تبردش يا عصام يا شوالي. شجعهم لاخر لحظه. دز معاهم لاخر لحظه. امشي يا جمعه. حطاله. يا ريتني قلت في 86. انا قلت في 88. يعني الركنيه توا. يلا ولاده مبكره مش مشكل. اعطيني المولود يا جمعه. هات البيبي يا جمعه. هات الثاني يا عصام. هنا الكوره هو الحارس يتصدى في الصوره الاخيره. امشي الركنيه عصام جمعه. ورا منتخب تونسي وعندك الوقت. يا تراوي وصلها اليه عن ثاني. حتى له بطريقه ماتش المغرب ولكن عبد النور كره برا من الراقد. حس في الاخيره وصل كره يوسف. حاول يوسف المساكني. وصلت الكره منتخب التونسي. اقتلهم الان يا نيس يا ابو سعيدي. وصل يا ابو سعيد. اعطيني الراس. هات الراس للمنتخب التونسي. ترجع كره مره اخرى للراقد حسين. نحن ما نخسروش الان لكن غانا ممكن تخسر. خط الكره الاخرى عنا. يمشي شمام يبدل الكره. شمام يقلب الكره للبوسعيدي. بوسعيدي جمعه كره تونس. امشي عصام. الحارس يخرج قبل الجميع. يخرج الحارس لارسن. وفي اللقاء 1-1 اكسترا تايم. اخر مره برولونغاسيون كانت ضد الكاميرون 2008 وقبلها ضد نيجيريا 2006. ترجع الكره منتخب الغاني. زفر اليوم وزفر اليوم. هنا لقاء الفرنسي. الزميل محمد سعدون. اذا الشوط الثاني سينطلق في هذه اللحظات او الشطر الثاني هو الشوط الثاني. مباراة اخرى الاكسترا تايم. الاسئله عديده تراودني مثل ما تراود الفنيين. الجاهزيه البدنيه للاولاد. الامور المنتال. الامور الذهنيه. المنتخب التونسي ايضا قراءة مدربيه. انا نتصور الان
ممكن برشا من جماهيرنا تقول يدخل شيخاوي، يدخل يحيى، يدخل قربي، يدخل دراجي. انا نقول نستناو لاخر الوقت الاضافي، لانه نعترفوا انه بلبولي في ضربات الترجيح ماهوش حاجه كبيره، ماهوش التوب، هو التجارب كثيره، لذلك لازم يقرا حسابه الاطار الفني بقياده سامي توش، ونهدم ونبنيو فريق جاهز الحقيقه. يمشي الذوادي، ذوادي حتى الجمعه، يمشي يا عسومه، يمشي يا جمعه، ادخل يا جمعه، وكوره في الركنيه يا عصام، هذه بتاع المساكني ضربه جزاء. باهي مش مشكل عصام، باهي مش مشكل عصام، جاب الركنيه عصام، والمنتخب التونسي يلعب على ركنيه الذوادي. المعنويات مرتفعه حتى من نبره الصوت، لكن مازلنا 1-1 ديما معاناه. ترجع كرة منتخب التونسي، المنتخب الوطني في ركنيته رقم 6. يمشي زهير الذوادي، واحدة مليحة، واحدة باهية، وين الراس، والكرة ترجع للمنتخب الغاني. ترجع الكرة منتخب الغاني، الكرة ترجع حذاري من الارتداد الهجومي للمرتدة. لازم نطمعوا في المباراة لكن ما نضيعوش انفسنا. ترجع كرة اخر جبل بولي، والكرة الصعبة تفادى الركنية. ترجع نسبة سعيد، حذاري ما نهبلوش نهائي لكاس افريقيا 2012. ترجع الكرة عن طريق المساكني، دقيقتين وقت بديل. يلا نستثمروا هذه الكرة الاولاد. يمشي المساكني، ياما رجعنا في مباريات. يرجع المساكني، يمشي المساكني، ورا منتخب التونسي بالراس تتهيأ، ما زالت صعبة على الدفاع الغاني اللي يخرج منها السلامات. والمنتخب الغاني يلعب على المرتدة الآن. أصعب كرة بادو، يمشي مانويل يلعب في اودينيزي الثالث الكالتشيو والسريع الإيطالي، ريتم بطيء للغانيين. ترجع الكرة للمنتخب الغاني، توصل الكرة عن طريق ال 14، يمشي لل 15 دقيقة 11 من الاكسترا تايم الأول. كرة عن طريق ايو، يمشي ايو المنتخب الغاني، كرة لايو يلعب العرض منتخب غانا. تتهيأ الكرة، حذاري من انكوم واحد يقدم لا يتراوي، يمشي كرة ما يوزعش، والكرة يضغط عليه، يمشي شمام ما يسنطرش، كرة على القائم الثاني، والبلبولي مش ممكن، فرصة مش ممكن. هدف الثاني ايو. قدام خلاص خذ الكرة، قتل المباراة فريق غانا. فريق طبعا تعطيه هدية الثانية، مش ممكن يضيع المباراة. خسارة. مش كنا قراب، كنا خير منهم. ترجع الكرة منتخب الغاني، التسديدة والكرة ترجع لتونس. ستعود الكرة منتخب التونسي وفاوت 3 دقائق. حكم باش يزفر المنتخب الغاني في النصف النهائي، وتونس تغادر الكان في الربع النهائي بعد مجهود ممتاز، بعد اداء طيب جدا.